بص يا سيدي، في كلا الحالتين سواء كنت متفق او مختلف البلد دي لازما تنضف. يعني متفق او مختلف البلد دي اللي هي مصر لازما تنضف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة حدث اليوم، القناة المتواضعة من رجل من رجال الصعيد او اهالي الصعيد بمصر. تحياتي واحترام وتقدير لحضراتكم جميعا، لكل مصري حر، لكل وطني حر، لكل شريف حر يضغط لايك على الفيديو ويعمل شير عشان نوصله لأكبر عدد من الناس. ولازم نوصل ونعرف كل الناس من الداخل والخارج ان بلدنا وان دولتنا اهم من اي شيء تاني. شاء من شاء وابى من ابى. انا مش هقول لحضراتكم لو انت مستاء من البلد دي اللي هي مصر او مستاء من مصر، هتكون في قمة استياء اكتر لما تعرف قصة الشاب اللي هو اسمه ريفيلدو. وتقريبا كده بيقولوا له يا ليفا، يعني غنى عن التعريف صورته هتظهر امام حضراتكم. الشاب ده من اصل سوري ولكن مقيم في او مقيم على الاراضي المصريه منذ 10 سنوات، ولكن الاصل سوري. ده معارض سياسي من داخل مصر هنا، ولكن مش معارض سياسي بالحكمه ولا بالادب، ولكن ده معارض بتحريض الشعب على الجيش والسلطه والشرطة. يعني انا بقول لحضراتكم لو انتم مستائين من الوضع، فان انتوا تسمعوا الشخص ده، انا مش بروج ليه ولا بقول لكم اسمعوه، ولكن لو تسمعوا السخرية اللي في كلامه، ده عايز يولع في مصر بدمار شامل. طبعا كده دي المقدمة بتاعت الفيديو، ولكن ألف شكر وألف تحية احترام وإجلال للأمن الوطني الذي تم القبض منذ ساعات قليلة جدا على الشاب ريفيلدو، صاحب حساب على التيك توك بينشر من خلاله التحريض على الفسق والفجور والتجمهر ونزول الميادين، ويدعو للمظاهرات من أجل تغيير النظام الحالي إلى نظام آخر. فألف شكر وألف تحية حب وإجلال للمرة الثانية للأمن الوطني وقوات الأمن وقوات الجيش والداخلية أيضا، لهم مننا كل الحب وكل الاحترام وكل التقدير. وبرضه ملحوظة عايز أوصلها لحضراتكم، إن طبعا الشاب ده تابع لجماعة محظورين وجماعة الإخوان الصهاينة، وكان في ناس كتير طبعا بتتكلم عنه، وكانوا بيناشدوا كل المحاميين الأحرار المحترمين، بيقولوا على كل محامي حر المفروض يرفع قضية ضد الشاب ده. ولكن سبحان الله وتعالى ان تم القبض عليه من ساعات قليلة جدا. وعايزين البلد دي تنضف والدولة دي تنضف، وبلاش يا سادة يا محترمين نبص للبلد من نص الكوباية الفاضية. ليه؟ يا ريت ننظر لها من النص المليان. يعني النص الفاضي المعيشة والحال بيجي صعب شوية، والناس بيجي فيها توتر وبيجي فيه ضغوط كده من الماديات والاكل والشرب وارتفاع الاسعار يوم بعد يوم. ولكن يا ريت نبص، طبعا ده كله امر ان شاء الله ليه حلول وهيتحل في اقرب وقت، لكن يا ريت نبص للنص المليان، ان بلدنا فيه امن وفيه امان، ووطننا لينا مش لحد تاني. وعشان برضه اعرض لحضراتكم او اقول لحضراتكم يعني واقعة من واقعة الشاب ليفا، اللي هو اسمه في الأساس اسمه في الأساس يا واد انت يا واد انت يا واد انت ريفالدو، يعني ولا ريفالدو تقريبا كده. يعني كان طبعا المحامي أيمن محفوظ اللي هو كان طلع مع أحد الإعلاميين وكان بيقول إن المساكنة حلال مش حرام. فطبعا المحامي أيمن محفوظ كان مقدم ضده شكوى أو بلاغ لسيادة النائب العام، بيتهم بالبلوجر صاحب الفيديو اللي هو تم توثيقه على التواصل الاجتماعي، ومعظم الناس شاهدت الفيديو ده وجاب عدد مشاهدات كبيرة جدا. إن كان بينشر أثناء وفاة والده، بيصوروا كده صوت وصورة في أثناء خروج الروح. فطبعا هنا المحامي أيمن حجاج قام طبعا ببلاغ للنائب العام، بيتهم بالبلوجر صاحب فيديو توثيق وفاة والده بانتهاكات حرمة
الموتى من اجل المشاهدات. فاي شاب تقول عليه وطني وتقول عليه سياسي وتقول له خايف على البلد وهو بيعرض والده كده، هو بتزهق منه الروح امام الناس يعني. فكل الشكر وكل الحب وكل الاحترام وكل التقدير لكل راجل حر، لكل راجل وطني. عاشت مصر حرة أبية، حفظ الله مصر وشعب مصر وجيش مصر ورئيس مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.